بنات أول شي سمعوا صوت الحمامة، وين يوديكم؟ أنا رجعني للطفولة. يلا هسه نسولف. بنات شوفوا، تحت شعار باكر حروف القصيدة بظلمتي صيرا ضوء. حكيت عن الكتاب اللي هو موعد المآتم، كتاب غدورة. هسه موضوعنا مو الكتاب، موضوعنا تعالوا خلي أسولف لكم يعني كأستاذة بنت المنهال وعندي طالبات. منين نبلش سيكون مقسم على 5 أجزاء. زين، هاي ال5 أجزاء راح تفيد منو؟ ال5 أجزاء راح تفيد المبتدئين. أول جزء راح يفيد المبتدئين، ينقذهم، يعني ينقذهم مو شلون مكان، أنا أقول من الظلمات إلى النور صراحة. ليش؟ لأن أني كخبرتي بالدراسة إنه أدرس الخدمة الحسينية تقريبا صار لي 8 سنوات، كل سنة أني أخرج طالبات. من خبرتي شفت الطالبة الجديدة المبتدئة الضايعة ما تعرف من وين تبلش ومن وين تنتهي صراحة. هذه وين؟ هذه بمحرم، وأني واحدة منهم. من كنت صغيرة أول ما أريد أقرأ للحسين ما أعرف منين أبلش، يعني فدشي كلش طبيعي. هسه يجون اللي هم يعرفون يقولون لي شو القضية، هو شنو نقرأ كذا وكذا وكذا. لا حبيبتي، أنت تعرفين، غيرك ما يعرف. هسه نجي الجزء الأول طبعا من كتاب غدورة. بشنو راح يفيد المبتدئات؟ انتبهوا وياي. الجزء الأول خاص بالهلال والمسير والنزول والعليلة. يعني خلنا نحسب على الأصابع، الهلال والمسير والنزول والعليلة، هذه 4 بجزء واحد. راح يفيدنا شنو؟ إنه المبتدئة من تريد تجي تقرأ هذا الكتاب وهي مغمضة راح ترتب مجلسها. شلون؟ أول شي الهلال، إنه زينب سلام الله عليها شافت الهلال وهي بالمدينة، فراح تقرأ للهلال. النوبة المسير، إنه هم من انطلقوا من المدينة لكربلاء، والنزول إنه هم نزلوا في كربلاء. يعني أنت 3 أيام هيك كلش ما راح تحتارين شنو تقرين. قلت لكم اللي هي ما تقرأ أصلاً وحابة تقرأ للحسين، هذا الكتاب الأول راح يفيدها كلش هواية. ورابعاً عندنا هنا العليلة، هذا كله بيمن بالجزء الأول. زين، الجزء الثاني كلش حلو بمسلم وأولاده والعباس عليهم السلام. الثالث بالقاسم والأكبر والرضيع، يعني تسلسل يتجنن. وبقية الكلام أنا كله نزلته لكم بفيديو، لكن شنو كنت مستعجلة حتى البنات بقوا يضحكون علي يقولون علوية عبالك نشرة أخبار، فما أعرف ما كنت منتبهة. المهم صراحة هذا الكتاب كلش حلو. خلي أشوف أقدر أدزلكم قصيدة من عنده. أي هذه، بس شوفوا لي هاي القصيدة. طبعا هاي سرقة، أنا سرقتها من غدورة، هذا سربناها. المهم، أنا الماء الأحباب راسم من الهجر شاب، مقسوم أبقى وحدي وموت بين الأغراب. كلش حلوة هذه القصيدة، ولحنتها لكم شو اسمه، لحنتها لكم اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على الشيطان، بصوت بنت المنهال. يعني إذا تريدون تسمعون القصيدة لحنتها لكم بصوت بنت المنهال. راح أخلي لكم الرقم إن شاء الله، وراسلون على الواتساب وتدخلون إن شاء الله. أنا كلش متحمسة إنه الكتب تنزل حتى أشتري 5 أجزاء إن شاء الله. بس تنزل بمكتبة الغدير، لأن أنا هاخذ من مكتبة الغدير. بس تنزل مكتبة الغدير إن شاء الله، إن شاء الله أنا أطلبهن ومن أطلبهن أصورها لكم. وآسفة طولت عليكم.